السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم كل حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وصحة وعافية وستر من الله. النهاردة هنعمل البرجر بسر المحلات والمطاعم. نيجي هنا يا حبايبي، احنا معانا معانا نص كيلو لحمة، معانا كيس بهارات البرجر اللي هي الجاهزة، معانا هنا بصلتين، معانا هنا معلقتين كاتشب كبار اهوت حبايبي، معانا بصل بودر، توم بودر، وطبعا معانا 100 جرام فول صويا. طبعا يا حبايبي البرجر ما يبقاش برجر الا بالفول الصويا، لان ما حطيناش الفول الصويا طبعا بيبقى احنا كده عاملين كفته، ما احناش عاملين برجر. فطبعا معانا ال 100 جرام فول صويا، لما بنبله وننقعه في ميه يا حبايبي بعد ما بيزيد بيبقى 150 جرام، يبقى احنا كده معانا 100 جرام فول صويا، معانا بصل بودر، معانا توم بودر، معانا معلقتين كاتشب كبار، كيس بهارات البرجر الجاهزه يا حبايبي. احنا هنا بننزل بقى بالمكونات بتاعتنا كلها في قلب الكبه اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه اهو. ننزل بقى بالبهارات اسفه بالمكونات كلها اهو يا حبايبي. طبعا بقى بننزل بقى في الكبه، الفرم بقى بيتفرم اهو، والبصل طبعا، وبننزل بالكاتشب، وننزل بالمكونات كلها اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. ما شاء الله، الله اكبر. وطبعا معانا سنه ملح برضو اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ونزلنا اهوت بكيس البهارات الجاهزه بتاع البرجر. يبقى احنا كده نزلنا باللحمه، بالفول الصويا، بالبصل، بالكاتشب، بالبهارات بتاعتنا الجاهزه، بالفول الصويا. طبعا، وطبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي احنا كده فرمناها في المفرمه، فرمناها في المفرمه و وهي ما شاء الله جميله، والعجين والكده البرجر اهوت، لحمه البرجر ما شاء الله متماسكه معانا وجميله جدا اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله جميله جدا، والريحه بقى ما اقولكوش بقى، ما شاء الله الله اكبر، جميله جدا اهو يا حبايبي. طبعا نيجي هنا بقى عشان بقى ان احنا نبدا بقى ان احنا نعمل بقى الاقراص بتاع البرجر هنعملها ازاي. طبعا في احنا عندنا البصمه اللي هي بتاع البرجر، وطبعا لو مش موجوده حبايبي احنا زي ما احنا طبعا اي حاجه عندنا متاحه، وما نصعبش الدنيا على نفسنا. طبعا غطا صغير هنا بتاع برطمان، علبه جبنه مثلثه اللي هو النص الفوقاني بتاع الجبنه المثلثه بتاع الاسفه بتاع العلبه. فطبعا كل حاجه متاحه اه يا حبايبي. احنا كده انا عملت عندي في غطا في غطا برطمان كان عندي يعني، وما شاء الله يا دوبك جاي على قد ما شاء الله قرص البرجر يا حبايبي. طبعا احنا كده هنا طبعا قبل ما بنحطها بنحط بنقطع كيسا بتاع التلاجة ونحطها في قلب الغطا. وطبعا بقى بنبدا بقى نشكلها كلها، العجينه كلها بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه اللي نص كيلو لحمه ما شاء الله عمل معانا كيلو برجر ما شاء الله. يعني والله الواحد ندم انه كان بيشتري بصراحه بالغالي، فالحمد لله هو جبت لكم الطريقه الحمد لله عملناها مع بعض. طبعا بقى عندنا الجريلا، او مثلا في نجيب طاسه ونحط فيها معلقه زيت صغيره، يعني مش زيت غزير، ونبدا نقلب. ادي احنا هنا اهوت يا حبايبي جبنا الجريلا اهوت زي ما انتم شايفين. وطبعا حاطين عليها البرجر اهو ما شاء الله. الريحه والله العظيم يا جماعه رهيبه ما شاء الله، جميله جدا، ان شاء الله تجربوا الطريقه. وطبعا احنا هنا بقى معانا بقى طبعا الكايزر. ومعانا بقى طبعا يا حبايبي هنا عشان بقى ان احنا نبدا في الحشو بقى بعد البرجر ما استوى. معانا جبنه شيدر، بنبدا نقطعها شرايح كده، ونحط البرجر في قلب في قلب حبايبي في قلب السندوتشات اهو. طبعا بيكون هنا بقى معانا شرايح بصل، معانا شرايح طماطم مع الجبنه الشيدر وهي حبايبي. وطبعا بقى بيكون بقى احنا عندنا مثلا كاتشب بقى عشان نتاكل مع السندوتشات يا حبايبي اهيت. بسم الله ما شاء الله جميله جدا ان شاء الله. الفيديو بقى يعجبكم، وتضغطوا لي بقى لايك واشتراك في القناه، واللي اول مره يشوفني يدعمني باللايك والاشتراك في القناه، ويضغط فعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي اه يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله الطريقه تكون سهله جدا وبسيطه جدا، وان شاء الله تجربوها و... وتبعتوا لي بقى في التعليقات يا حبايبي اهو زي ما انتوا بقى شفتم. يعني الطريقه سهله جدا، وان شاء الله مش هتكلفكم حاجه، هي دوبك يعني يبقى على اللحمه ما شاء الله، كيس البهارات البرجر الجاهزه، يعني حاجه سهله جدا، حاجه مش غير مكلفه يعني. واللي فول الصويا طبعا حاجه برضو يعني ما شاء الله يعني حاجه كويسه ان شاء الله تعجبكم.
وجربوا الطريقة والمقادير سهلة جدا وبسيطة جدا، ومش هتكلفكم اي حاجة يا حبايب اهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.